من لاعب مغمور لأفضل لاعب في العالم، إنه عثمان ديمبلي يا سادة، أفضل لاعب في عام 2025. لاعب ملهم الصراحة السنة دي، واللي يقول غير كده يبقى مش بيفهم كورة. ديمبلي كان حاسم في ماتشات كتير في الفترة اللي فاتت، وكان مؤثر ولعب دور كبير جدا. ديمبلي ساهم في 48 هدف في 50 مباراة في الموسم ده، وحصل على هداف الدوري الفرنسي، وباريس كمان كسبت الدوري والكاس ودوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخها، وعلشان كده هو يستحق الجائزة بشكل كبير بالمنافسة مع صلاح. مع اني بالرغم من كل ده انا مش مقتنع ان الصراحة ان اي حد ياخد دوري ابطال اوروبا فيستحق ياخد الكرة الذهبية، وده بسبب، وتعال احكي لك برضه. من سنتين تقريبا ديمبلي كان غير مرغوب فيه في برشلونة، والنادي كان شايفه عبء عليه بسبب مستواه السيء، وفعلا مشي من برشلونة وراح باريس، بس اتحول نفسيا وعقليا وجسديا. انريكي كمان اعتمد عليه بشكل كبير جدا، ووثق فيه ووثق في امكانياته، ودلوقتي هو افضل لاعب في العالم عن استحقاق اكيد. بس في لاعب تاني يستحقها اكتر منه من وجهة نظري، وتعالى نتكلم عن الملك وفخر العرب محمد صلاح بقى شوية، علشان انا مش مصدق الصراحة. الرابع يا جماعة. طب ازاي؟ هو ليه مش الاول؟ طيب تقدر تقولي هو ليه مش الاول؟ طب تقدر تقولي هو ليه مش التاني؟ ليه فيتينيا ولامين يامال قبل صلاح في الترتيب؟ فهمني. رسالة لفرانس فوتبول، يمكن تكونوا ما خدتوش بالكم ولا حاجة. محمد صلاح هو افضل لاعب في الدوري الانجليزي، هو هداف الدوري الانجليزي الموسم اللي فات، اكتر واحد صنع اهداف الموسم اللي فات، كسبان الدوري الانجليزي للمرة التانية في تاريخ النادي كله. محمد صلاح اكتر لاعب مساهمة في الاهداف في الدوريات الخمسة الكبرى، والصورة دي لوحدها تكفي. محتاج ايه تاني علشان تديله حقه؟ طب تحب اكلمك على الاداء الفردي؟ تعال احكي لك. محمد صلاح هو رابع هدافين التاريخيين للدوري الاقوى في العالم. محمد صلاح تاني اكتر لاعب مسجل اهداف مع نادي واحد بس بفرق هدفين وهيبقى الاول. محمد صلاح هو اكتر لاعب مستواه مستمر في اخر 8 سنين. محمد صلاح افضل جناح في العالم، متفوق على ديمبلي نفسه اللي انت مديله الجايزة، وبعد كل ده يبقى الرابع؟ طب ازاي؟ علشان كده بنقول ان مش كل حاجة دوري الابطال يا جماعة. الراجل قالب اقوى دوري في العالم لدورة رمضانية. الواحد مش فاهم امتى هتبقوا منصفين للكورة بس وتسيبوا الدين والديانة والسياسة خارج الكورة. يا صلاح انت هتفضل افضل لاعب عربي وافريقي وعالمي بالنسبة لنا، مش محتاج جايزة عشان تثبت للناس انك الافضل. انت خليتنا نعرف نحلم وزعلانين انك الرابع، لانك تستاهل اكتر من كده بكتير. هتفضل فخر العرب والملك محمد صلاح. لامين يامال يستحق ان يكون افضل لاعب شاب، بس مش التاني، مش تاني افضل لاعب في العالم، هو افضل لاعب شاب في العالم، لانه الصراحة مفيش غيره اصلا، واللي بينافسه جوان